السلام عليكم. والله أول مرة الحقيقة نخمم برشا قبل ما نقرر إني نعمل فيديو. أما الاتصالات اللي جتني والمساجات اللي جتني من أصحابي ومن العائلة بيان سور، بعد ما تفرجوا في اللي كنا نتفرجوا فيه، خاطر أنا تفرجت فيه بيان سور، اضطريت اني نمد وجهي كما يقولوا بعض الناس تحت فيديوهاتي، معناها كيف يعلقوا، نمد وجهي ونجاوب مضطرة، معناها مكره أخاك لا بطل. أول حاجة يا لنوفل قبل علاء، أول كلمة أنت قلتها كي شفت تصويرتي قلت عليسة. شكرا على هالوصف، لانه انت ماشي في بالك انك باش معناها تنبذني او باش تسبني، وانت وصفتني بقامة من قامات التاريخ، وهذا يعكس اللي ثقافتك وخلفيتك على قدك، على قد لوريات اللي في وذنك، وعلى قد البروديكتور اللي يبدأ يلقن فيك في الأسئلة، وعلى قد الورقة اللي تبدأ تكتب فيها وحافظها وتقرأ لنا فيها. ألور ميرسي على وصفي بعليسة. الحاجة الثانية، البنية اللي قلدتني هكا وهكا وكل اللي كنتوا تتفرجوا فيه الكل، أكثر حاجة عجبتني هو اللبسة. الحمد لله كي حبيتي تقلدي عربية ما قلدتيهاش، لا لابسة عريان ولا شكلها مخالف لأغلب نساء تونس. نرجع ونقول لك لأغلب نساء تونس، معناها قدمتيني بستيل إخباري، ستيل محترم سولار، فراكي زادة انت أضفتي لي. بالنسبة للهجة، هذيك لهجتي ولهجة مئات وآلاف وملايين من التوانسة، اللي ممكن انت لو تلوجي على جذورك تلقي حتى انت عندك في العائلة شكون يتكلم بالجاء، فالجاء راهي ما هيش عيب. يعني إلى حد الآن أضفتولي، ما أهنتونيش. نكمل مع نوفل باش من بعد نمشي العلاء. يا نوفل، انت تقول الراجلي احكم في مرتك؟ راجلي يا نوفل عنده مراه عمرها ما تقوله مدامك تبوس وتجيب في الفلوس ميسالش. راك تحكي على واحد ولد الجنوب، تحكي على راجل نهارت اللي ساند مرته ونهارت اللي حارب مع مرته، عارف اللي هي باش تاكل على راسها واللي هو باش ياكل معاها على راسه، وبالعكس في ظهرها. مرته ما تقولوش مدامك تبوس، مدامك تجيب في الفلوس ميسالش بوس، بالعكس مرته تقوله انا بطالة في الدار وانت تخدم وتصرف عليا وعلى بنتك. فعايش خويا، اعرف مع شكون تحكي، واعرف شنو تخرج من فمك، واعرف شنو تقول. راك تحفر في البحر، كيف تطير وكيف تجنح ما نجيكش، وكي كل حلقة تعمل لي سكتش وكليب. بالعكس انت قاعد تشهر فيا، يعني انا قاعدة في داري وانت عامل لي بوبليسيتي مجانا. يا براد خلينا نشد التليفون بالكدا يزيدوش الفيديو الجاي يبدو يعملوا لي في حكاية اخرى. باهي، بالنسبة للمحضر اللي انت جبته واللي قلت هذايا متاع 14 جانفي، معناها الى اخر لحظة تقدموا في معلومات غالطة للعباد. انا بالنسبة لي المسألة هذيك في القضاء عند الحاكم، عند وكيل الجمهورية، ولهنا بالله ما بين قوسين، لاني نعرف اللي فما من السادة القضاة اللي قاعدين يتبعوا في الحكاية، ومن السادة المحامين زاد اللي قاعدين يتبعوا في الحكاية هذية. فنداء للسادة القضاة في تونس، راهو اللي تعدى الليلة إهانة ليكم، مش لي أنا، لأني أنا راني توجهت للمحكمة، توجهت لكم باش تاخذوا لي حقي. إلى حد الآن ما عيطتوليش، لا في قضيتي مع حنا بعل، وتحديدا مع مدير قناة حنا بعل زهير القنبري، ولا في القضية اللي قدمتها ضدنا في شو اسمه على الشابي. التوا ما عيطتوليش، ما فما حتى معناها بون هي صحيح جديده القضيه، ما عندهاش برشا من اللي تقدمت، اما ماذا بيا انكم تتحركوا، خلي الموضوع هذايا كل حد ياخذ حقه. معناها المحضر اللي جايبه يا نوفل راهو نتاع سي العربي نصر، عيب عليك
تحكي وتقول اعترافات، راهو اعترافات سي العربي نصرة، مش اعترافاتي انا ولا اعترافات اي مذيع كان في القناة الوقت هذاك. معناها انت توجه في اتهام باطل غلط، معتمد على انه تلفزتك تدخل للديار الكل وقناتكم تدخل للديار الكل وتروج في معلومات غالطة. انا هاني على شنو معتمدة؟ على هالتليفون وعلى هالفيسبوك، وصوتي يوصل. اللي قدمتوه مهازل، ويأكد اكثر انه اعلام، ما نحبش نقول اعلام عار، ولكن اعلام ألعن من العار، اعلام مجرم، لانكم بتسوقوا في اخبار ما هيش صحيحة وما عندها حتى علاقة بالواقع. سي العربي نصر هانو موجود حي، وكان يحب ياخذ حقه منك، تو زاد هو يشكي بيك، ونشكو ما العلام لما نشكو ما علاش فما قضاء والواش فما محاكم، باش انا نشكي وانت تشكي وذاك يشكي والقضاء هو الفيصل، ولا زاد المحاكم زاد نسكروها في مازالت كان هي على الاقل ناخذوا حقوقنا به. نمشوا تويكا لسي علاه شابي. علاه ركبت لك الرعب؟ انا مرضتك يا راجل، فجعتك يا خويا. راني ما عملتوش ليك انت اللي عملته، راني عملته للبرنامج. راني حبيت نبين لك ونبين للعباد اللي تتفرج فيك انك انت وقت اللي تعدي ما تدققش فيها، وقاعد تتشوه وتجيب في بوه على اخوه، واحسب على المرأة التونسية وهو ماهوش صحيح. راني البرنامج كنت تنجم تقدمه انت كيف ما ينجم يقدمه اي شخص اخر. يا ولدي افهم، راهي مشكلتي مش معاك يا راجل، مش مع شخصك. والواش تكذب؟ سامحني في الكلمة، انا عمري ما نحب نقول للراجل تكذب، ولكن انت اجبرتني يا علاء. كانك، وسامحوني اللي تتفرجوا الكل، ما عنديش كلمة اخرى نجم نقولها، كانك راجل. مش قلت انا مشيت للحوار عام 2009 وقعدت في شو اسمه هو في الجمهور وجايبه سيفيات هالكبر، تو الساعه هيك ثبت روحك انا عندي سيفيات ولا انا اصلا نكره وما عنديش تجربه؟ ولا سيفيات كي انا نكره وما عنديش تجربه شنو اللي جايبه فيه معناه كسكروت؟ ما انت قلت اني انا قاعده مع الجمهور مع في برنامج سفيان شو الله يرحمه. ان كنت رجلا، ان كنت رجلا هبط الفيديو اللي انت تحكي عليه، اللي انا قاعده 4 سوايع ما بين الجمهور وجايبه سيفيات ونستنى باش نختم في كاكتوس وزيد. وحاجه الساعه هذه نقطه، كانك راجل هبط. وحاجه اخرى، وهذه مسبه، انت معتبرها هذه مسبه؟ اي ونمشي انا لاي مؤسسه اعلاميه ونقدم السي في نتاعي باش نخدم. وين المشكل؟ 700,000 بطال عندك في البلاد، الناس كل فلوسها ما تصرفها على السيفيات وتفركس في الخدم. يا اخي ولت البطاله في بلادكم مسبه خاطر انتم 4 من الناس تخدموا، خاطر انا جيتك وضربتك بحجره هنا عطيتها لك بين العينين من 21 نوفمبر وانت تتشلطح. يا راجل شبيك؟ راك راجل وبابا عائله وتبارك الله عليك، وانا تقول لي اتلهي بدارك وصغارك؟ يا اخي يا اخي، هي المراه مخلوقه كان باش تلهي بدارها وصغارها؟ مخلوقه باش تخدم وباش يكون عندها موقف وعندها راي وعندها شخصيه وتتكلم وتحكي. وانا قاعدت لكم هنا ماني قلتها لكم قبل، وراهو مش كي تستغلوا لونتين متاع موزايك وتستغلوا لونتين متاع قناتكم وتستغلوا الببليك اللي يسب في الفيسبوك. والله العظيم كي تطيروا إلاني متراجعة لحظة. وأنا ما نلومش عليك، اللوم على الدولة. علاش؟ لأني أنا أثبتت بالدليل أنه ما يمرر في هالبرامج هذه لا يحتوي دقة ولا تدقيق. وأنت أثبت لي وأثبت لي اللي تبع فيك أنه نحن في دولة منهارة بدون مؤسسات. علاش؟ على خاطر لو فما مؤسسات وفما قانون أنت تحاكم، تمشي للمحكمة يعيطولك ويتحقق معاك وتتوجه لك تهمة الإضرار بالأخلاق الحميدة، التعدي على الأخلاق الحميدة، لأنك أنت قاعد تتعدى على مجتمع كامل. ولكن أنت فعلا أثبت لي أنه إحنا في دولة تحكمها المافيات، إن نحن في دولة بدون مؤسسات، بدون قرار فاعل، بدون هيبة، بدون هيبة. أنتم 4 من الناس مسيطرين عليه الإعلام، الدمغجوا فيه
وتعدوا في اللي تحبوا عليه وتسببتوا في انتشار كوارث. انت تكرم كأفضل مذيع برامج اجتماعية يا ولد الناس. ما تاخذهاش أمينة بندو على الفورم متاعها في موزايك، ما ياخذهاش سامي بنور على برنامج يوميات مواطن، تاخذها انت على سري في شنو هي وسرك في بير. وعندي من نقول لك هاكا، قلتها لك بالجايه مدام لا باس. تكرم بعد المهزله اللي صارت تقول لي انا مشيت عملت فيديو قدام الهايكا. بيان سور نمشي نعمل فيديو قدام الهايكا ومازلت باش نعمل دي فيديو كل مره في بلاصه. انا قلت له سي يوسف الشاهد من اول نهار حل ملف عصابات الاعلام، ما حبوش يحلوه. عليه شكون اللي يحكم فيه؟ الاعلام. والمصلحه شكون؟ نمشي لها الهايكا، عليه ما نمشي لهاش؟ طبعا عماره في ارقى احياء العاصمه بالفلوس بالميزانيات اللي عندها بالامتيازات اللي عندها، وما فما حتى قرار وما فما حتى موقف. فأنت أثبت لي ولكل من يتابع من التوانسة اللي عندهم مخ ويعرفوا يقيموا وعندهم عقل، أثبت إنه نحن مؤسساتنا هشة. اللي يقوم الصباح بكري يشد بلاصته ويقرر، واللي يجي من غدوة بعده ويفسخ القرار متاع البارح ويمشي للي بعده. الجمعية اللي عطياتك الذايد التكريم اللي عاطينهولك جمعية اتحاد الشغالين الشبان، عطتها لخوك ولد عمناول 2015. على شنو؟ عطتها الوديع الجريء النابغة في كرة القدم، وتبارك الله هانا نشوفوا في مستوى كرة القدم متاعنا في تونس وين واصلة. سي وديع الجريء مكرم من هذه الجمعية، ونقاط الاستفهام تتوالى. وانا راني مستمره يا علاء، مش تسبوا مش تعملوا مش قول اللي تحب. مش نقول لك حاجه اخرى تثبت انك انت كاذب، هنقولها لك بالعربيه الفصحى، ما نقولها لكش بالدارجه متاعنا خاطرها توجع، وانا متعودتش اني نجرح راجل، وخصوصا وقت اللي يكون ميت. امي الله يرحمها كان ديما تقول لي الضرب في الميت حرام، وانت بالنسبه لي ميت. سكرات الموت، دجاجه تنقز، تعرف حراره الدجاجه وقت اللي تتذبح تبدا الدم سائل من رقبتها وهي تنقز من بلاصه لبلاصه، سي لا ميم شوز. انا نشوف فيك هكاك وموا، علما واني علاء انت يعني اجبرتني اني نجاوبك خاطر المشكله ما كانتش شخصيه ما بيني وبينك. انت حبيته حمام، ما عندي حتى مشكله. ارتقي تهبط نهبط، خاطب القوم بما يفهمون. انتم عاملين من 21 نوفمبر لليوم يا رسول الله ما عندكم شغل كان عربيه؟ انا عربيه وانا في داري وبهالتليفون وبهالفيديوهات كعبرتها لكم، اثبتت بالبينه والحجه انكم ناس تخدموا كان على الباز. ولاني انا مشكلتي ما هياش باز، مشيت للهيكا وتكلمت من قدام الهيكا وقلت لهم راني انا كي عملت اللي عملته راني مانيش نفركس في الباز، راني نحب انكم تتخذوا قرار، تتخذوا موقف، تحترموا المشاهد التونسي وتقولوا اي با نو يلزم وقفه. يا اخي مش عملنا ثوره ولا ما هيش ثوره؟ يا اخي مش قلنا لازم الاعلام يحرر؟ واللي كان قبل في عهد بن علي الاعلام كان تحت سيطره عبد الوهاب عبد الله وسمونا اعلام العار، والمساجات تبارك الله وسمونا هاني انا اليوم قاعده اتكلم يا سيدي غلطنا في الماضي، عيب ان اليوم نصلحوا. هاني قاعده نتكلم على خاطرني بطاله يا سيد. انا لبست بوندروج في نشره الاخبار وانا على راس العمل باش تفهم. 2014 لبست لك بوندروج ليك ولغيرك في سابقة، ولكن لأنه لم يسلط عليها الضوء ولأنه الصحافة ما تكلمش عليها ولأني ما كنتش وقتها نعمل فيديوهات، مرت مرور الكرام لبست لكم بوندروج في نشرة أخبار وقلت لكم ايه فيقوا راهو فما مشكلة كبيرة رانا قاعدين نمشوا فيها في الإعلام. أنا راني كي عاركش ولا استنى فما نقطة بالله خاطر هو برشا الكلام
واقسم بالله لا حبيت نجاوب، اما تحت الضغط توا انا نحكي معاكم و20,000 ميساج قاعد يجيني طلب مني اني نجاوب. اخي كي تقول لي تعارك في الزملاء، اخي انت والزملاء ذوما، انت ونوفل الورتاني هذاك هو مش موجود في تونس من صحفيين، انتوما هما الزملاء شكون؟ يا ولدي فيق على روحك، راهو فما 1000 اسم في تونس، ثم 1000 اسم راجل ومراه، شكون انا اللي عندي معاه مشكله؟ خلافك انت ونوفل. انا عندي مشكله شخصيه مع نوفل، خاطر نوفل شخصنها، اما معك انت عمري ما كانت عندي معك مشكله شخصيه. انا حبيت نبين لك، نقول لك يا مذيع، راهو عندك ميكرو تقدم فيه من نص الليل لساعتين، راك انت في دوله معلنه لحالة الطوارئ، راهو أي شخص يهز في التليفون وينجم يألف اللي يحب عليه، راهو لابد أن نتحرى الدقة فيما يمرر، اللي أنت تمرر فيه يسيء لسمعة المرأة التونسية وبناء عليه للرجل التونسي وللمجتمع التونسي. وميم طون راك أنت في حالة طوارئ، يعني كل مذيع في تونس عنده ميكرو في الديراكت لابد أن يتوخى الحذر. أي إرهابي نجم يهز تليفون يحكي حكاية ملغمة، أمتينك من نص الليل للساعتين، عباد راقدة بوليسية يعلم ربي بحالهم، كل واحد مطيش في بلاصة يعس على بقعة من بقايع تونس، يتعدى حد يعمل ميساج اللي يحب عليه وفي دقيقة. هذا اللي حبيت نوصله. ما تحبوا على الاستقصاء، هذا نوع من أنواع الصحافة الاستقصائية. أنا مش مضطرة إني نجاملك ونكلمك ما بيني وبينك وننبهك، لأنه تو سامبلومون كنت تنجم تعلق عليه التليفون وتجاوبني تقولي أنت إيش دخلك، كيف ما قاعد تقول تو. يا علاء البطالة ما هيش عيب وما هيش مسبة، 700,000 وأكثر بطالة في تونس بسببك أنت وأمثالك، لانه اللي تخدم فيه انت بار اكزامبل، انت تخدم في زوز، خدم اذاعه وتلفزه، غيرك بطال اخرج من وحده منهم، خلي غيرك يشد بلاصه منهم، وتو تتحل مشكله البطاله بالطريقه هذه. فما 20,000 موظف عنده رخصه حماس ورخصه لواج وشهريه من الحاكم وغيره، نظموا انتوما تنقص البطاله، يولي كل تونسي عنده كل عائله تونسيه عنده واحد يخدم فيها. قلت انك انت تحترمني، وهذا طبعا غصبا عنك مش بكيفك. انتم الليله كي حبيتوا تقلدوني، ريتوا ستيل اللي قلدتوني بيه غصبا عليكم، تفرض عليكم، مش بكيفكم، خاطر انا هكاك، خاطر ما لقيتوليش ستيل اخر. وكي قلت اني انا جيت بين الببليك 4 سوايع ونستنى باش نخدم في الحوار التونسي اون 2009، انا روحت من برا عام 2009، كي جيت من برا ديريكت مشيت لحنا بعل، وكنت على تواصل مع مدام نجوى رحوي، هاي مازالت حيه ترزق، يطول ربي ان شاء الله في عمرها، بالتليفون انا وياها من برا ونسقنا وهبطت ديريكت لحنا بعل. فتحلم. والحمد لله اني جيتكم، انك قلت اني جيتكم للببليك نتاعنا وفي نتاع شو اسمه سفيان شو الله يرحمه، خاطر انا في بالي سيفيات القناتكم ما تتقدمش في قناتكم، في بالي تتقدم في بلايص اخرين، تتقدم في اللاك، تتقدم في القهاوي، تتقدم بالعلاقات الشخصيه، ما في باليش انها تتقدم على سي بيان اطرتها انت الحكايه. ونرجع ونقول لك ان كنت رجلا هبط، راك ماكش عارف مع شكون تحت. قلت انك انت استدعيتني في برنامج ما بيناتنا، الله غالب باش يطول الفيديو هذايا، بعد انتم قصوا وانشروا كيما تحبوه، واللي ما يحبش ينشر على راحته. قلت انك انت استدعيتني في ما بيناتنا باش نتصالح انا واخوك عبد الرزاق الشابي، وقلت اني انا بعد الفيديو هذاك، بعد الاستدعاء هذاك هبط لك فيديو نسب فيك. يا راجل شبيك يا اخي، تخلطت عليك الامور. وين هو الفيديو اللي انا هبطت ونسب فيك؟ يظهر لي كي اعترفت انك مشيت لبسي وخذيت الدواء تخلوضت، راك ما عادش عارف كوعك من بوعك. عمري ما هبطت لك فيديو، وعمري لا حكيت عليك، عمري لا جبتك. نهار اللي حكيت عليك قلت مذيع مريقل يعرف يحاور، عنده كاريزما، عنده حضور، واعتذرت منك في التليفون بكل ادب واخلاق، وقلت لك انا اخوك ما فماش بيني وبينه مشكله شخصيه. خوك كان يخدم في قناه حنا بعض، عامل اشياء توا الراجل ما نجبدش عليه، انا خرجت منها قناه حنا بعض ولا تربطني بها اي صله، تربطني صله وحيده بمديرها في القضاء، بوان على ليني، فمانيش باش نجبد عليه. وقتاش انا عملت لك هالفيديو؟
لا اله الا الله. انا نهبط في راسي خاطر ماخذه دينات معناها باش نفهم، باش نتذكر شنيا اللي قاله السيد. علاه اللي طاح يحسب روحه تزرزح. خويا الضربه انت كليتها، راني والله لا نقصدك كان بصراحه. يا مخي جبت فيك، ايش تحب تعمل؟ الله غالب يا علولو، يصير على الرجال وتشحت، وصارت عليك وخي، رغم انها كانت تنجم تصير على غيرك. وفما نقطة مهمة، خي تحب انت تعملي مشكلة مع موزايك؟ يا ودي ما عنديش مشكلة مع راهو موزايك مش كنت بركة تخدم فيها، يخدم فيها ابو بكر بن عكاشة، ويخدم فيها امين قارة وامينة بن دوة والاف من الاسماء، بالك مقتصرة عليك انت. ما عنديش مشكلة مع موزايك يهديك المولى يا راجل، زملاء اللي تحكي عليهم 1000 اسم في البلاد. مشكلة مع زويز انت وصاحبك اللي جايبك تو مربع. نوفل عمل ريجيم ياسر سمنت، وليت مربع وخاي، واحد ما عادش عارفك جاي ولا ماشي. هذا مستواكم اللي تحبوا الناس تحكي بيه معاكم، هذا هو. ما مش مستوى اعلام، مش مستوى رقي، لانه عليه كنت تنجم تقصها الحكايه في كلمتين: اخطأت واتحمل. انت مخطئ، مخطئ. ما قلتلكش فبركت، قلتلك لا تتوخى الدقه. يا اخي متعرفش تفرق ما بين الكلمات العربيه الفصحى، ما دخلتش قاموسك. أنت لا تتوخى الدقة فيما تمرره من حالات اجتماعية في برنامجك بين منتصف الليل والثانية فجرا. ما قلتلكش فبركت، كنت تنجم تخرج تقول فعلا صار خطأ، والخطأ بشري ولن يتكرر. أما تعمل فيها بريء وهكا معناها خير أساليب الدفاع الهجوم، يا بابا مع شكون جاي تحكي؟ يا علاء، الحجرة على ثقلها تبقى حجرة، والماسة على خفتها تبقى ماسة. أنا في داري وأولاهي بصغاري ونطيبوا ونكنسوا ونمسحوا، ولقيت لك وقت ليك وللإعلام متاعك اللي أنت تعمل فيه. باهي هيا برا نعطيك خباير توا عاد نختموا به الفيديو. بعد ما أنت تعديت، ما هي رب ضارة نافعة علولو، بعد ما أنت تعديت توا وقلت إنه ما فما، والله تو بعد نجاوبكم سامحوني اللي يبعثوا لي في الميساج، وقلت انه ما فما حتى مؤسسة اعلامية في تونس ممكن انها تقبلني. هاي يا سيدي شرايك، صاحب مؤسسة اعلامية اون بيرسون كلمني، ونهار الاثنين ان شاء الله نبدا نخدم. مش معناتها نفشلم، لا، نهار الاثنين باذن الله نبدا نخدم ونحضر البرنامج اللي انا نحب عليه، بالمقاييس اللي انا نحب عليها، بالقناعات اللي انا نشوفها ممكن تنفع تونس في الوقت هذا. ريت اللي مازال فما رجال في البلاد، ريت اللي مازال فما شرفاء في البلاد، ريت اني انا ما عنديش مشكلة مع الناس الكل، انا عندي مشكلة معاك ومع امثالك ومع ما يمرر من برامج في قناة الحوار التونسي. مش في القناة بالعكس، احنا ماذا بينا برشا تلافز تتعمل في تونس، وماذا بيا الصحفيين الكل يخدموا، البروديكتور الكل يخدموا، المذيعين الكل يخدموا. يا اخي انا كي تتسكر الحوار ولا تتسكر اي قناة اخرى، شو باش نربح؟ انا عندي ما نربح، بالعكس. سامي الفهري ذكي يعرف يخدم. سامي انت عديت عوايم حبس قاعد تخلص فيه من التوانسه، تو تخلص فيه اللي انت تقدم فيه العباد تتفرج فيه، صحيح؟ كيما اللي يمشي ياكل كسكروت في معناها ساندويتش في ريستوران في كوان في تركينه في زنقه، وعارفها مسخه حشاكم، وعارفها مسمومه، وعارف اللي الريستوران يحط في نامبورت كوا، ورغم ذاك يضرب الثنيه ويمشي ياكلوا وما يتقلقش، ورغم انه عارف انه ياكل في حاجه خايبه. حاجتي الجوع يعمل. والحاجه الثانيه ما لقاش بديل، لو لقى بديل التونسي ما يتفرجش فيك. واللي انت عديته حبس وقضايا وردة فعل التوانسة عليك في وقت من الأوقات أيام الثورة، قاعد تخلص فيه توا بالبرودوي اللي تبيع فيه، لأنه اونيتمون ما تقدم فيه شيء يا سامي.
وانا ما عندي معاك حتى مشكله، وانت تعرف مليحني انا ما عندي معاك حتى مشكله باش صاحبك هذا ولا زميلك، خاطر هو تكلم باسمك بكريكا، قال لك انا جيتك 4 سوايع في بلاتو سفيان شو، وقاعده بين الببليك نترجى في نظره عطف منك، فجاوب صاحبك. جاوبنيش انا عمري ما جبتك، وحتى كي نحكي على ايميسيون معينه، ما نحكيش على قناه، بالعكس ماذا بينا القنوات تكثر في تونس مش تسكر. هاي خلينا نختموا، كثرنا طولنا. جماعتك كي تمدي في وجهك وتحيري في اسمك وش عامل لك عليه وهكي غايره وحاسده، تيراكم كي تقولوا غايره وحاسده عيب. اخي فما مرات غير من راجل شنو، ولا فما مرات تحسد راجل على شنو باش نغير، على مثلا شعره اطول من شعري، عينيا كحل وعيني زرق، نعرف مرات غير من امراه، وراجل مش زاد الراجل ما يغيرش من راجل، اما نعرف الغيره بين النساء. ماني عمري ما سمعت مرات غير من راجل، لو كان منكم نتعلم. ولا تحيري في اسمك، يا اخي باش نربح منه انا اسمي كي باش يتحير؟ بالك الفيديوهات هذوما نبيع فيهم انا ويدخلوا لي في الفلوس، سي دو نامبورت كوا، تحكوا في ما لا يحكى. انا مراه خرجت من رحم البلاد هذه، وقلت لكم راهو القطاع اللي انا ننتمي له، كيف ما برشا قطاعات في تونس راهي ماهيش باش تتحرك، كان مش كل انسان من موقعه يتكلم ويقول ستوب فما فساد، سينو غدوه باش يرجع لكم برهان بسايس رجع، نور الدين بنتيشة يحكم، اكس يحكم، اجراج يحكم، مدام سعيده قراش مستشار السيد رئيس الجمهوريه. انت مراه وانتي محاميه، وانتي تسمعي في البرامج اللي تسمعي فيها، وتشوفي في الليبيين ايش يحكوا علينا، وتشوفي في الجزيريه ايش يحكوا علينا، وتشوفي في الفيديوهات، وتشوفي في المهازل والمسخره اللي صايره.